افضل افلام سنه 2022 ومعانا رقم 7 وهو فيلم جلاس اونيون. الفيلم عملت عنه فيديو من فتره صغيره، ولكن قلت لازم اعمل عنه فيديو تاني عشان ياخد رقم جوه القائمه بتاعتنا لافضل افلام السنه. الفيلم بيستمر مع المحقق البطل بتاعنا اللي شفناه في الفيلم الاولاني نايفز اوت، والمره دي بيخوض تجربه جديده كانت المفترض تبقى تجمع للاصحاب ومجرد لعبه صغيره يلعبوها سوا، ولكن كل حاجه بتقلب لجد وبيبقى عندنا قضيه قتل حقيقيه فعلا. الفيلم اداني بالظبط جرعه المتعه اللي كنت مستنيها منه، وما اقدرش اقول عليه غير انه فعلا كان جزء تاني جميل وبنفس روح الجزء الاول. كذا بلوت تويست في الاحداث تخلي دماغك تلف وتفكر تاني، ولو رحت اتفرجت على الفيلم مره تانية هتلاحظ حاجات موجوده بالفعل ولكن مخدتش بالك منها وانت بتتفرج اول مره خالص. الفيلم لكل افراد العيله حقيقه هتتبسطوا بيه، قصته حلوه، الابطال حلوين جدا، الممثلين كمان ادوارد نورتون، دانيال كريج وغيرهم كلهم كان ادوارهم حلوه، واتبسطت بالفيلم كله على بعضه. قول لنا في الكومنتات في رايك الفيلم ده اجمد ولا الجزء الاول؟ معانا رقم 6 وهو فيلم بينوكيو بتاع نتفليكس. السنة دي كان عندنا 2 بينوكيو، واحد بتاع توم هانكس والمخرج روبرت زاماكس، وده كان فيلم لايف اكشن من انتاج ديزني وما اتفرجتش عليه من كتر ما سمعت ان هو سيء. والتاني اللي بتكلم عليه بقى هو بينوكيو بتاع المخرج جيرمو ديل تورو، واللي كان الصراحة فيلم رائع. الفيلم معمول بطريقة الستوب موشن واللي هنتكلم عنها في فيديو بعد كده، ولكن بكل بساطة معناها ان معظم الحاجات اللي انت بتتفرج عليها في الفيلم قدامك عبارة عن مجسمات 3D حقيقية مش مجرد رسوميات على الكمبيوتر. بالتالي الفيلم كان فيه روح الستوب موشن، وكانت التجربة البصرية فيه مدهشه، وتحريك الحاجات والمجسمات اللي فيه كانت مختلفه وحلوه. الفيلم كمان قصته حلوه جدا وبيقول رساله جميله تقدر تتبسط بيها مع اولادك مع عيلتك كلها، مناسب للكل، وموجود على نتفليكس بلغات كتير منهم لغه دبلجه العربي باللهجه المصريه كمان. لو انت شفت الفيلم قول لي في الكومنتات هل يستاهل فعلا ولا في فيلم تاني انيميشن كان في 2022 يستحق اكتر بس انا ما خدتش بالي منه او ما اتفرجتش عليه. معانا رقم 5 وهو فيلم ذا منيو. فيلم ذا منيو فيلم هيخليك تفكر شوية حلوين الصراحة، خصوصا بعد ما الفيلم يخلص خالص وتقول هو ايه بالظبط اللي انا كنت بتفرج عليه ده وعايز يوصل لايه. يمكن كل شخص فينا يطلع بافكار ورمزيات مختلفة عن التاني ويفسرها بطريقته، ولكن ده اللي حلو في الفيلم اصلا، انه بيحاول يقول حاجة بس بطريقة غير مباشرة. الفيلم حرفيا بيدور 95% منه في مكان واحد مقفول وهو المطعم بتاعنا، والحوار اللي بيدور ما بين كمية الاشخاص اللي في المطعم حوار عبقري، والفروقات ما بين شخصيتهم بتبان عن طريق الحوار ده وهي اللي بتعمل الفيلم. عندك تمثيل فوق الرائع، مش من شخصية ولا اتنين، ولكن من وجهة نظري من 4 شخصيات كلهم كانوا أحسن من بعض. أولهم طبعا الشيف بتاعنا اللي بيقوم بدور الممثل رالف فينيس، وعندك أنيا تيلور جوي، وعندك نيكولاس هولت، والمبدعة هونج تشاو. الفيلم بس كان ناقصه يوضح بعض الحاجات عن ماضي بعض الشخصيات، لأن قعدنا نتساءل كتير ومعرفناش هما ليه بيعملوا كده. وفي النهاية لو شفت الفيلم عرفني في الكومنتات انت فهمت ايه منه في الآخر. أنا الصراحة كنت طالع بإحساس واحد بس، أنا عايز آكل تشيز برجر. معانا رقم 4 وهو فيلم بلاك بانثر وكاندا فوريفر. على عكس كل افلام مارفل الفتره الاخيره طول السنه اللي ما كانش فيه قدامها اي تحديات قويه يعني، وكانت بتطلع يا نص نص يا وحشه جدا، جه الفيلم ده باكبر تحدي فيهم واكتر فيلم دخلت وانا مقلل سقف توقعاتي وطلع فيلم جامد جدا. الفيلم عالج القصه بعد وفاه الممثل تشادويك بوزمان بطريقه حلوه جدا وفيها تكريم للممثل وللشخصيه، وكمان الفيلم بتاع الفيلم كان كاريزما قوي وحضوره فوق الرائع، والممثل كان تمثيله حلو وجديد من نوعه. والفيلم كمان فيه تمكين كبير وظاهر لدور المرأة في الأحداث وأهمية كل شخصية فيهم، خصوصا شخصية شوري وشخصية كوين راموندا أم تاتشالا، من غير ما تحس بحشر الأجندات سياسية وإن الموضوع محطوط كده غصب وعمدا، لا الموضوع سهل ولذيذ عادي. آخر مشهد في الفيلم خالص الحقيقة اللي بعد التتر كمان مشهد بسطني وفرحني وفي نفس الوقت خلاني أدمع وأبقى شوية حزين، ولكن توتالي الفيلم على بعضه اتبسطت بيه جدا جدا. لو شفت الفيلم عرفني في الكومنتات بالنسبة لك الفيلم ده أفضل ولا الجزء الأول كان أحسن؟ معانا رقم 3 وهو فيلم ذا باتمان. الفيلم ده أخد شخصية باتمان وعالم مدينة جوثام وخلق عالم سوداوي جدا وجديد بقصة محقق وجرائم قتل حلوة فعلا، وكان بعيد تماما عن كل العك اللي بيحصل في عالم دي سي السينمائي المترابط، وخلق لنفسه عالم جديد، وقدم كمان ممثل جديد في شخصية باتمان بأداء حلو جدا وهو الممثل روبرت باتنسون، وقدم كولين فارل في شخصية البطريق أو بنجوين بدور عظيم جدا وجديد عليه. في الغالب اللي معجبنيش في الفيلم هو شخصية كات وومن والممثلة على عكس معظم الناس تقريبا، بس ده ما بوظش اي حاجه في تجربه الفيلم على بعضها بالنسبه لي يعني. الفيلم احيا شخصيه باتمان من تاني وخلانا متحمسين للاجزاء اللي جايه واللي هتقدمه لنا بعد ما طلع بجزء اول نال استحسان معظم الناس تقريبا، وده كله طبعا تحت رؤيه المخرج مات ريفز. قول لنا في الكومنتات تفتكر مين احسن واحد عمل شخصيه باتمان.
معانا رقم 2 وهو فيلم توب جان مافريك. الفيلم ده هو التعريف الحرفي لمقولة السهل الممتنع، وما اقصدش بسهل هنا ان هو كان سهل عمايله ويلا بينا على السريع نعمل فيلم وخلاص، لا خالص، ده مش قصدي. اقصد ان الفيلم سهل وبسيط جدا في قصته وما فيهوش اي تعقيدات كبيرة ولا حشر الاجندات سياسية ولا وجع دماغ ولا شاغل دماغه باي حاجة غير انك تتبسط. فيلم اكشن من الطراز الاول، هتشوف فيه اكشن بالطيارات الحربية عن قرب وعن بعد بطريقة تخليك فعلا اصلا تهتم بالطيارات دي. وهتشوف في الفيلم توم كروز اللي لسه بطل ومش منفوخ يا جماعة ولا حاجة، وبيعمل افلام قوية لحد دلوقتي وبتتصدر شباك التذاكر، ومشاهد اكشن عظيمة جدا وكمان تمثيل حلو جدا. وده اكتر فيلم في السنة قلت لنفسي انا كان المفروض فعلا اتفرج عليه في السينما، لان الفيلم عجبني جدا لما شفته على شاشة اللابتوب، فمش متخيل الموضوع في السينما كان هيبقى عامل ازاي الصراحة. ما تنساش تقولي في الكومنتات الفيلم ده اجمد ولا الجزء الاول بتاع الثمانينات، لاني لسه مشفتوش لغاية دلوقتي الصراحة. اخيرا وصلنا لنهاية القائمة بتاعتنا، ومعانا رقم 1 وافضل فيلم في السنة بالنسبة لي، وهو فيلم Everything Everywhere All at Once. الفيلم يعني ابسط حاجة ممكن اقولها عليه هو انه فيلم مختلف، فيلم بيبدأ وينهي قصة جديدة مش معتاد ان احنا نشوفها، وما هواش ريبوت لفيلم قديم ولا جزء من سلسلة افلام ليها جماهير، لا الفيلم لوحده مستقل وفيه مجهود يستاهل فعلا التقدير. الفيلم اخد موضوع الاكوان المتعددة وفرضية ان يكون في منك اكتر من نسخة في عوالم تانية، وعمل منها قصة جميلة بتتكلم في اصلها عن العيلة مش الفيزياء، وعن اكتشافك لنفسك بعد سنين كتير ونظرتك تجاه القرارات اللي خدتها في حياتك. وقدم فكرة المالتيفيرس بافضل طريقة ممكنة الحقيقة، وقدم مغامرة كبيرة ومشوقة وفيها اكشن معمول كويس جدا للمفاجأة. لو شفت الفيلم قولي من رأيك شايفه يستاهل ولا شوية اوفر ريتد. عايز اكلمكم على فيلم لسه شايفه قريب، والصراحه انا اتاخرت جدا في الفرجه عليه، لاني لو كنت شفته اقرب من كده كان هيدخل معانا في قائمه افضل افلام سنه 2022، ومش بس كان هيدخل، كان هيبقى رقم 1 او رقم 2، هفاضل ما بينه وما بين Everything Everywhere All at Once. الفيلم ده هو فيلم ذا فيبلمانز، الفيلم للمخرج الكبير المشهور اللي بحب افلامه جدا وهو المخرج ستيفن سبيلبرج، والفيلم مستوحى من قصه حياه المخرج ذات نفسه. والفيلم بيحكي بكل بساطه عن نشأة الطفل الصغير ده في عيله شبه متفككه فيها مشاكل كتير، وفي نفس الوقت حبه للكاميرات والتصوير والافلام اللي كان بيعملها في المدرسه والحاجات اللي كان الانشطه اللي بيعملها ليها علاقه بالسينما والكاميرات والكلام ده. فالفيلم كله على بعضه تجربه لذيذه جدا مش هتحس بيها الا لو فعلا اتفرجت على الفيلم ده. الفيلم بالنسبه لي عظيم جدا رغم بساطه القصه، الا ان الفيلم جميل جدا، في مزيكا حلوه، اخراج عظيم، تمثيل رائع. وعارف ان الفيلم مش واخد حقه في الشهره وناس كتير قوي ما اتفرجتش عليه ولا سمعت عنه حتى، بس نصيحه لو بتحب السينما فعلا اتفرج على الفيلم ده، وما تنساش تقول لي ايه رايك في الكومنتات.